الله الرحمن الرحيم. قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد خير خلق الله وعلى آله وصحبه وسلم. النهاردة هنتكلم عن قصة يأجوج ومأجوج. قصة يأجوج ومأجوج، للأسف الشديد كتير من الناس بتتكلم عن قصة يأجوج ومأجوج بناء على الإسرائيليات. إسرائيليات يعني تأويل بشري، بيسمع حاجات البشر صنعها أو البشر يتكلم عنها، لكن حقيقة إحنا ما نعرفش كتير عن الديتيلز اللي هي التفاصيل الدقيقة في قصة يأجوج ومأجوج. في حاجات كتير القرآن نفسه لما تحدث عن قصة يأجوج ومأجوج في سورة الكهف أجملها ولم يفصلها. إزاي يعني أجملها ولم يفصلها؟ يعني تكلم عنها إجمالا ولم يتكلم عنها تفصيلا. يعني إحنا لو تكلمنا عامة يعني عن قصة يأجوج ومأجوج، في حد سأل نفسه ليه قوم يأجوج ومأجوج كلهم أقزام؟ مفيش واحد بس طلع طويل وهجن من بعده الأجيال أو جيل مثلا يكون طويل، لا كلهم أقزام. مفيش حد فينا سأل نفسه ليه يأجوج ومأجوج القبيلتين دول كلهم مفسدون في الأرض؟ مفيش ولا واحد طلع صالح ونصح وأنظر اللي بعده بالإصلاح في الأرض. دي كلها حاجات احنا ما نعرفهاش. هل قوم أو قبيلتين يأجوج ومأجوج هم فعلا من أبناء يافس ابن سيدنا نوح، ولا مثلا هجين أو خليط من أصول بشرية أو أصول غير بشرية؟ كل ده احنا ما نعرفوش. فللأسف الشديد في ناس بتتكلم عن قصة يأجوج ومأجوج ولكن بتتكلم عن الإسرائيليات. تعالوا نعرف مع بعض قصة يأجوج ومأجوج على القدر الكافي من المعلومات المؤكدة. لقد وقعت هذه القصة في زمن الملك الصالح ذي القرنين. قد كان ملكا صالحا وأحد ملوك الأرض الأربعة الذين سعوا في الأرض لإصلاحها ولدعوة الناس لعبادة الله عز وجل. ولكن يأجوج ومأجوج كانوا قبيلتان، قيل بأنهم من ذرية يافث بن نوح، سعوا في الأرض فسادا. كانوا يخرجون على الناس من حولهم ليأخذوا منهم خيراتهم، وخاصة خيرات زروعهم، أي حصاد الأرض وثمارها. فطفح الكيل بهؤلاء الناس من بطش يأجوج ومأجوج وفسادهم، حتى سمعوا بملك صالح يمشي في الأرض بالعدل والإصلاح يدعى ذي القرنين أو ذو القرنين. فلما سمع بذلك ذو القرنين أتى إلى هؤلاء الناس وأمرهم أن يبنوا سدا عظيما من قطع الحديد المذاب وخلط معه نحاس منصهر، وكان هذا من ذكائه وفطنته. وقد ذكر القرآن الكريم هذا كله في سورة الكهف. ومنذ هذه اللحظة وهم محبوسون خلف هذا السد العظيم، يأكلون ويشربون ويتكاثرون، فهم قوم لا نعلم أهم من البشر أم هم هجين أم ضرب من الخلائق لهم أصول مختلفة، لكنهم يسعون لخروجهم جاهدين بكل طاقتهم من هذا السد، ولكن لا يستطيعون، فإن خروجهم مرتبط بقيامة الساعة، وذلك من إحدى علامات الساعة الكبرى. فخروجهم يكون في نهاية الزمان، ولكن كلما اقتربوا من نهاية حفر السد والخروج منه وهم على وشك الخروج فيشعرون بالتعب والإرهاق، فيقول كبير لهم: دعونا نستريح وغدا نكمل. فيأتي الغد ولكن السد قد عاد إلى ما كان عليه سابقا، كأن لم يحدث فيه حفر منذ البداية، ويظل حالهم هكذا إلى أن يأذن الله لهم بالخروج. ففي هذه المرة يقول كبيرهم: دعونا نستريح وغدا بإذن الله نكمل، فيكملوا ويخرجون. طيب أين يوجد سد يأجوج ومأجوج على الخريطة العالمية الحالية؟
في الخرائط العربية اللي رسمها الجغرافيين القدامى أمثال الشريف الإدريسي، أمثال كنزوينة، الحوقل، المستوفي، كلهم أكدوا على أنه مكان سد يأجوج ومأجوج موجود في أقصى الشمال من مناطق سيبيريا. موجود في أقصى الشمال من مناطق سيبيريا. بعض هذه الخرائط يعود عمرها إلى أكثر من 1000 عام، وبعضها الثاني بيعود إلى ما يقارب من 1000 عام، ودي مدة طويلة جدا مش قصيرة خالص. ولكن في ملحوظة مهمة للمكان ده بالذات كمكان لسد يأجوج ومأجوج. وأنا عن نفسي بتكلم عن نفسي من معلومات أنا الشخصية اللي أعرفها، إنه ده المكان الوحيد على وجه الأرض اللي بتحصل فيه ظاهرة عجيبة جدا. الظاهرة دي هي إشراق الشمس المستمر. الشمس بتفضل مشرقة فيه على طول. قال عز وجل في كتابه الكريم: حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا. سترا أي حاجز ومانع، فلا ينطبق عليها الغروب. المنطقة دي ما فيهاش غير إشراق وبس، ما بينطبقش عليها الغروب. لو كان بينطبق عليها الغروب لقال المولى عز وجل في كتابه الكريم: حتى إذا بلغ مشرق الشمس. حتى إذا بلغ مشرق الشمس، ولكنه قال حتى إذا بلغ مطلع الشمس، على الرغم من أنه سبحانه وتعالى في آيات سابقة في نفس السورة قال عز وجل: حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة، إلى آخر الآية الكريمة. فهذا دليل على أن ذو القرنين كان أمام الشمس القطبية، وهي شمس منتصف الليل. وجميع العرب في الخرائط بتاعتهم حددوا مكان السد في هذه المنطقة القطبية في أقصى الشمال. أذكر من الشواهد المهمة في النقطة دي على لسان الدكتور مصطفى محمود حكاية الرحالة اللي شافوا سقان أشجار ونباتات وورود كلها استوائية. من رابع المستحيلات إنه حاجة استوائية تنبت وتنمو في المنطقة دي. هم شافوها عائمة على الماء، عائمة على سطح الماء، فمستحيل إن هي لا تنبت ولا تنمو أصلا. دي حاجات بتنبت وتنمو في المناطق اللي على خط الاستواء فقط. فده يعتبر دليل على وجود حياة سواء كانت لبشر أو غير بشر في المنطقة دي. وده دليل كمان على إنه خارجة من تحت سطح الأرض. النباتات دي خارجة من تحت الأرض، يعني وجود الحياة تحت الأرض مش فوق الأرض أصلا. في نهاية الفيديو أحب أقول لحضرتك بأنه بعيدا عن المعلومات المؤكدة في باقي كله إسرائيليات. يعني أنا زي ما قلت لحضرتك إنه من تأويل البشر، إنما إحنا ما نعرفش حاجة عن يأجوج ومأجوج فعليا. إحنا ما نعرفش حاجة عن يأجوج ومأجوج. يعني مثلا هل هم من ذرية يافس ابن سيدنا نوح؟ أصولهم البشرية إيه؟ إذا كانوا بشر أصلا أصولهم البشرية إيه؟ التكوين الفسيولوجي بتاعهم، التركيبة الجسدية بتاعتهم، احنا نعرف ان هم اقزام مش اكتر، انما التركيبة الجسدية بتاعتهم ما نعرفهاش. المنشأ ما نعرفه. بيئتهم احنا ما نعرفش حاجة عن البيئة. ايه عملهم في الحياة؟ عاداتهم وتقاليدهم ايه؟ بيتكاثروا ازاي؟ اعدادهم كام؟ كل اللي نعرفه حاجتين بس، انهم هم قبيلتين وانه هم اقزام. ده كل اللي نعرفه. لكن نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة من شر هؤلاء المفسدين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.